أخبركم أن الصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه يمتلك حساب بنكي في إحدى البنوك بالمملكة السعودية العربية، بل على الأكثر من ذلك أنه يمتلك واحد من أفخم الفنادق المتواجدة في السعودية. كيفاش هادشي؟ بطبيعة الحال هذا هو الموضوع ديال الحلقة ديالنا لهذا النهار هذا، واللي غادي نتطرقوا ليها بجميع التفاصيل ديالها وكيفاش تطرى هادشي كامل. رجعوا بالزمن اللور، وبالضبط مورا هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. في ديك الوقيته غادي تزاد الخصاص والحاجة للماء، وفي ديك الوقيته بالضبط كان بئر روما واحد من أكبر الآبار المتواجدة في السعودية، واللي كان كيسقي تقريبا أغلبية الساحقة من الناس المتواجدين في المدينة المنورة. ولكن للأسف أن هذا البئر هذا كان كيمتلكه واحد اليهودي اللي كان كيغلب عليه الطمع والجشع، بحيث أنه كان كيستغل هذه الفرصة هذه أحسن استغلال، وكيبيع داك الماء للفقراء والضعفاء والمساكين بثمن اللي غالي بزاف، بحيث أنهم يعني الأغلبية ما كانش كيقدر يوفر الفلوس باش يشرب من داك الماء. فعلم عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذا الأمر هذا، وقرر باش أنه يمشي يتجه لذاك البئر ويقوم بالشراء ديالو من عند داك اليهودي. وبالفعل غادي يوصل عنده، وغادي يكون واحد التفاوض بيناتهم باش انه يحاول يشري منه البئر، ولكن الرد ديال داك اليهودي كان هو الرفض التام باش انه يبيع داك البئر ديالو، خوفا ان الرزق ديالو يتقطع، ونظرا لان كاع الدخل ديالو كان كيكون فقط من داك البئر. هنايا غادي يقرر عثمان بن عفان رضي الله عنه انه يدخل معاه في داك البئر بالنصف، بانه غادي يمتلك 50% منه، والنصف الاخر غادي ياخذوا داك اليهود. الطريقه اللي كانوا كيعتمدوها انه مثلا كل نهار غادي يقوموا بالتناوب، اي انه اليهودي في النهار الاول غادي يستلم داك البئر وغادي يتصرف به كما، والنهار اللي موراه غادي يكون داك البئر تحت الملكيه ديال عثمان بن عفان، وهكا غادي يبقاو تتوالوا الايام. كان داك اليهودي في الاول متحمس لانه كان كيسمع على عثمان بن عفان انه واحد الشخص اللي ذكي بزاف، خصوصا في المعاملات التجاريه ديالو، وكان مرتاح وكيظن انه غادي يرتفع الدخل ديالهم بالنسبه لذاك البئر، وغادي يوليو الانجذابات ديال الناس اكثر فاكثر لذاك البئر. ولكن للأسف غادي يحدث عكس تماما ما فكر فيه، حيث أنه النهار اللي كان كيستلمو اليهودي غادي يبقى يبيع فيه الماء وغادي يزيد في الأجر على دوك الناس اللي غادي يجيو يشربوا، والنهار اللي موراه غادي يكون عثمان بن عفان كيعطي داك الماء فابور فقراء ولكاع الناس اللي كانوا كيجيو وكيدقوا الباب ديالو وكيبغيو يشربوا من داك البئر. فهذا هو الهدف الاول ديال عثمان رضي الله عنه، بغى انه يشري داك البئر باش يستافدوا منه الناس ويولي مجاني تماما للناس كلهم. وهنايا فين غادي تقلب كاع الامور بالنسبه لذاك اليهودي، بحيث انه النهار اللي كيمتلك فيه عثمان بن عفان الحق ديال التصرف في البئر كينجذبوا الناس ليه بزاف، وكتلقى الناس شادين الصفوفه باش يجيو لذاك البئر ويشربوا، على عكس تماما النهار اللي كيكون فيه اليهودي كتلقى فيه الكميه ديال الناس ضئيله جدا وتكاد تصل الى الانعدام. وهنايا غادي يحس داك اليهودي بالخساره، وغادي يقرر انه يمشي عند عثمان ويسمح ليه في النص ديالو من البئر، وبالتالي غادي يولي البئر كامل تحت اسم عثمان بن عفان، واللي غادي يولي بطبيعه الحال مجاني، وغادي يولي كاع الناس كيرتويو منه وكيحيدوا العطش ديالو. ومع مرور الزمن هذاك البئر الماء ديالو اللي كان فيه غادي يبدا يتسرب للانحاء وغادي يطلع للفوق، بحيث انه غادي يقدر يسقي حوالي 1550 نخله، وغادي ينتجوا بزاف ديال الثمار على اثر دوك النخيل اللي كبروا بفضل داك البئر. من موراها ما داز بزاف ديال الوقت غادي تجي الوقيته ديال الدوله العثمانيه، واللي غادي تعتني بداك البئر، بحيث انها غادي تكون عارفه بطبيعه الحال داك البئر لمن كيعود، لانه كان تقريبا نقولوا شبه متوارث وبقى غادي على هذا الشكل هذا. موراها غادي تاسس الدوله ديال المملكه العربيه السعوديه، واللي غادي تقرر انه من بعد ما غادي يكبروا دوك الثمار ديال كاع دوك النخيل اللي كبروا بفضل داك البئر، انها تجمعهم وتقوم بالبيع ديالهم او التصدير ديالهم، وكاع دوك الاموال الطائله اللي كانوا كيجمعوهم من دوك التمور غادي يمشي النص منهم للدوله، واللي غادي تستافد فيه بطبيعه الحال، والنصف الاخر كان كله كيتصرف على اليتامى والمساكين. ومن موراها بواحد المده ديال الوقت غادي يلاحظوا بان دوك الاموال اللي كتجيهم عن طريق دوك التمور كبيره بزاف، فغادي يقرروا انهم يخليو واحد الحصه غادي تمشي للدوله، وحصه كما قلنا غادي تمشي لليتامى والمساكين، وواحد الحصه كبيره غادي يقرروا انهم يخليوها باش يبنيو بها واحد الفندق. الحصه الاكبر اللي غادي تبقى لهم من دوك الاموال غادي يقرروا باش انهم يقوموا ببناء واحد الفندق اللي كان من
افخم الفنادق المتواجده بالمملكه العربيه السعوديه، واللي غادي يجذب ليهم كذلك بزاف ديال السياح، وغادي يدخلوا عن طريقه بزاف ديال الاموال للدوله. وهنايا فين غادي تكون الفكره ديال انه داك الفندق غادي يكون تحت اسم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذوك الفلوس اللي كانوا دائما ما كيمشيو كيتصرفوا على دوك اليتامى واللي كيحضروا لهم بهم المؤن والاكل والشرب والى ما غير ذلك، غادي يقرروا انهم يجمعوهم ويحطوهم في واحد الحساب بنكي، واللي كان بطبيعه الحال تحت اسم عثمان بن عفان رضي الله عنه. هنا غادي نكونوا عرفنا كيفاش كان للصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه حساب في البنك بالاسم ديالو، وكان عنده كذلك فندق من افخم الفنادق بالاسم ديالو كذلك. وفي الاخير خاصك تعرف انه اي واحد كيقوم بشي عمل ديال الخير لابد وانه غادي يعود ليه في الدنيا، ولا ما عاد ليهش هنايا غادي يشفع ليه في الاخره، وغادي يكون ليه بمثابه جبال من الحسنات. ولذلك تخيل معايا صديقي العزيز انه كاع هاد الاجر والثواب اللي خدا عثمان بن عفان في الوقيته اللي كان حي، ومورا ما غادي يموت شحال ديال الاجر وشحال ديال الثواب وشحال ديال الادعيه اللي غادي ياخذ من عند دوك الناس، وكل حسنه كانت بالعشر ديال الامثال ديالها. فكانت هذه هي القصه ديالنا لهذا النهار هذا، اولا بالاحرى واقعه اللي كانت في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام. غادي نتذكروا واخيرا الحديث النبوي الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وصدق قوله: لكل نبي صديق وصديقي في الاخره عثمان. فأسأل الله تعالى الأجر والثواب لي ولكم. وكان هذا هو الفيديو ديالنا هذا النهار هذا، كنتمنى أنه يكون نال الإعجاب ديالكم. ألقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله.